علاقة ركفة اليدين بفقرات الرقبة؟ ركفة اليدين أو رعشة الإيدين أو ضعف عضلات الإيدين ممكن جدا يكون بسبب مشاكل الرقبة والضغط على الأعصاب اللي بيكون موجود من مشاكل الرقبة، ويبدأ أو تبدأ مثلا مشاكل الرقبة زي استقامة الفقرات العنقية أو الشد العضلي في الرقبة أو الغضروف، وأكثرهم طبعا الغضروف لأن هو من أكثر الحاجات اللي بيعمل معايا ضغط على العصب. يبدأ يسمع معايا ينزل لحد الكتف، لحد الكوع، لحد الإيد. فوارد جدا يحصل بالنسبة لي تنميل الإيد من مشاكل الرقبة. لو ما كانش بسبب مشاكل الرقبة والشيء بالشيء يذكر، بقى في مشاكل كتير جدا ممكن تؤدي لكده. متلازمة النفق الرزغي مثلا أو الكاربال تالنت سندروم، دي بيبقى فيها ضغط على العصب في منطقة الرزغ، بيعمل معايا وجع أو تنميل أو حرقان. الوجع والتنميل والحرقان ده بيكون موجود في الرزغ. يحصل معاها كمان حاجة اسمها الضعف في الجراسبنج، أو إن الإنسان ما بيقدرش إن هو يمسك بإيده كويس، ودي بتبقى من العلامات الشائعة جدا مع المرضى المصابين بمتلازمة النفق الرزغي. ومشاكل كتير أخرى زي الأنيميا أو القلق أو التوتر أو كثرة استخدام المنبهات أو قلة ساعات النوم، الحاجات دي كلها ممكن تؤدي معايا لرعشة في الإيدين، وممكن تؤدي معايا لكل الأعراض اللي احنا بنتكلم فيها في الإيدين. ولذلك واحنا بنتكلم عن الرعشة، غير المشاكل السيستماتيك طبعا اللي ممكن تسببها رعشة الإيدين، سواء كان السكر وحاجات كتير قوي مثلا زي شلل الرعاش وهكذا من الأمراض العصبية. عشان كده واحنا بنتعامل مع رعشة الإيدين أو مع التنميل أو مع الوجع أو مع الحرقان، لازم هنا بيكون فيها كشف. وإن ذكرنا تنميل الإيدين لازم نكشف الأول عند دكتور المخ والأعصاب، وعلى حسب السبب لو كانت من مشاكل الرقبة زي ما حضرتك كده كنت بتسأل، فهنتحول بعدها لدكتور العلاج الطبيعي والتأهيل بمشيئة الرحمن. وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على ايديهم.